الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه عز وجل القائلين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. يا أحباب الكرام، waxaan taaganahay ziyaaradii waalidkeena oo ah abtishire maxamuud cabdi siyaad, oo maanta ay tahay ziyaaradiisii saddexaad markii laga soo bilaabo waqtiga uu wafaaday raximahullahu raxmatan abraar. asaga iyo usuusi oo ka soo jeedaba ilaahay ha u naxariisto iyo furuucdii oo ka tagay. taariikhdu maanta waxay ku beegan miilaadiga ah bisha labaad 16 bisha labaad 2023 oo waafaqsan hijriga bisha toddobaad hijri 1444. xabaabta meesha soo kulantay marka waxay isugu timaaday inay qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala ay noogu akhriyaan ayankoo ajri ilahi ka leedahay subxaana wa tacaala. qur-aanka waxaa lagu tilmaamay waxyaalaha uu leeyahay ilahi waxay subxaana wa tacaala: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. kuwa ilahi xusay subxaana wa tacaala waqti kasta oo ama ragga ah ama ahan gabdhaha muslimaadka ah, ilahi wuxuu u deeriyey dambi dhaaf weyn iyo ajri cadiim. saas ilaashin marka ilaahi subxaana wa tacaala waxaa weydiisana dadka zaa'iriinta oo xaadiriinta ballantii ilaahi subxaana wa tacaala uu ballan qaaday ilaahi uu ku abaalmariyo, ayankana ay noo sabraan intay riista aan hoosh aan gudagalayno. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. على الذين استضعفوا في الأرض وجعلهم أئمة وجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون جلودهما مما كانوا يحذرون. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فاستعفت أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا قربنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي غسي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وله ناصرون. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة
امرأة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا حرم الشيطان إنه عدو مضل مبين ربي ظلمت نفسي واغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم أنعمت علي فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصدق قال له موسى إنك لقوي مبين أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بأمس تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليضلوك فاخرج إني لك من الناصحين خرج على خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل لما مدين وجد عليه أمة من الناس يصغون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسوع الرعاء وأبونا شيخ كبير سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تأخذوا ذنب القوم الظالمين يا عبست الساجد إن خير من سجد القوي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ذلك بيني وبينك أيما الأجلين أتيت وأعرض علي والله على ما نقول وكيل موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بخبر عاجزة من النار لعلكم تصلون من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شجرة أيام موسى إني أنا الله رب العالمين أن ألق عساك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك قرآنا من ربك إلى فرعون عليه أمثال قوما فاسقين قال رب إني قتلت من النفس فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله غير أن يصدقني أخاف أن يكذبون
آياتنا بينات قالوا ماذا إلا سحر مبتلى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن تقول عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فجلي سرا لعلي أرجع إلى إله موسى إني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى للناس هدى ورحمة لعلهم يتذكرون كنت بجانب الغضبي إذ قضينا ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من ربك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولقد جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ظاهران قالوا إنا بكل كافرون فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين استجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين آتيناهم لعلهم يتذكرون آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا ما لكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين من أحببت لكن الله يهدي من يشاء والله بالمهتدين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن يجبى إليه ثمرات كل شيء بظن لدنا لكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعده إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يدعو عليها آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما
فمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ويوم يناديهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أويناهم وما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب كأنهم كانوا لا تدعون يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وعملت عليهم الأموال وهم لا يتساءلون أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يوم ينادي ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون